شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. هنعمل النهاردة بقى شوربة المجادم اللي بتقولوا عليها كوارع. طبعا كلنا عارفين فوائد الكوارع كتيرة جدا جدا. هنعملها بقى بطريقتي المفضلة، وبصراحة بتبقى حلوة قوي قوي وطعمها لذيذ ودايبة زي ما انتوا شايفين كده، مستوية جدا. وبجد اللي مش هيجربها خسران كتير، لازم تجربوها بالطريقة دي، هتحبوها جدا جدا. لو أول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وكملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا هنعملها ازاي. أول حاجة هنعملها طبعا إننا هنجيب الكوارع ونغسلها كويس، وبعدين هنجيب الحلة ونحط فيها مية بتغلي وملح وليمون وخل، وبعدين هنحط فيها الكوارع لحد ما تتسلق نص ساعة، وبعد النص ساعة هندلق المية وبعدين هنحط مية جديدة. وأول ما المية تغلي زي ما انتوا شايفين كده هضيف بقى الكوارع واسيبها كده تغلي غلوتين لحد ما احضر بقى الخضار اللي هضيفه للشوربة: طماطماية، بصلاية، جزرتين، 4 فصوص من الثوم. وبعدين بقى هقطع الجزر زي ما انتوا شايفين كده، مش عايزة اقطعه صغير علشان يفضل محافظ على شكله. بس طبعا البصل والطماطم كده كده هيتهروا معانا في قلب الشوربة لانها بتاخد وقت طويل في السوا، هقطعهم على 4 بس. وبعدين هضيفهم بعد ما المية تغلي كده مع الكوارع، هضيف بقى الخضار ده زي ما انتوا شايفين كده، وهندي بقى تقليبة. وبعدين هنضيف ورق لورا، وهنسيب بقى الكوارع كده، وبعد ساعة هنفتح عليها هنلاقيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لسه مستوتش، بس طبعا لازم نبص عليها من الوقت للتاني علشان الشوربة ما تنشفش، ولو احتاجت شوربة طبعا هنزودها. هغطي عليها تاني واسيبها بقى نص ساعة، وبعد النص ساعة ما عدت بقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشوربة فيها قلت جدا وهي لسه مستوتش، فانا هزود لها بقى شوية مية لحد ما تغطي الكوارع. وبعدين بقى هنحط التوابل دلوقتي عشان هي بدأت تدخل في السوا. هنتبل بكزبرة وملح وفلفل اسود وربع معلقة من الكمون وربع معلقة من البابريكا وربع معلقة من الحبهان المطحون. والتوابل دي بصراحة بتدي طعم حلو قوي. واهم حاجة طبعا الحبهان ده بيودي الشوربة في حتة تانية خالص. هنقلب بقى كده مع بعضه ونسيبها بقى لحد ما تكمل سوا خالص، وهي تقريبا بتاخد من 2 ل3 ساعات في التسوية على حسب طبعا الكوارع اللي انت جايباها، اذا كانت كبيرة او صغيرة بتفرق في التسوية. هنسيبها بقى كده تستوي مع نفسها، وهنحضر بقى شوية رز بشعرية. حمرنا الشعرية لحد ما اخدت اللون الذهبي، وبعدين ضفنا الرز المغسول وهنقلب كده لحد ما الرز يسخن خالص. علشان الرز يبقى مفلفل معاكي التركة ان هو يسخن خالص مع الشعرية ويبدأ يعمل صوت كده في الحلة، وتلاقيه بقى بيتقلب بسهولة جدا وبقى مفلفل من بعضه، يعني مش ماسك في بعضه زي ما كنتي حطاه في الاول، لا بدأ يفلفل كده وحبات الرز بدأت تبعد عن بعضها. اول ما تلاقي كده هنضيف بقى الشوربة، وطبعا ما تزوديش الشوربة قوي في البداية عشان الرز ما يعجنش منك. يدوبك حطي مقدار شوربة كده يغطيه بس، ما تكتريهوش، علشان طبعا كل نوع رز بيختلف عن التاني وكل نوع بيحتاج كمية شوربة مختلفة عن التاني. هنسيبه بقى كده لحد ما يبدأ يتشرب، وبعدين هنوطي عليه النار خالص، وطبعا تكون الشوربة سخنة جدا جدا.
وبعدين هنديه تقليبة ونشوفه، لو لسه مستواش هنزودله كبشة شوربة كمان. بس هو كده استوى زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى طالع مفلفل وحلو ازاي، مش معجن خالص. وهنا بقى كانت الكوارع كمان استوت. شايفين بقى حلاوتها، شكلها تحفة بجد ومستوية، والشوكة كده بتطلع وتدخل بكل سهولة، دايبة جدا جدا. وطبعا الشوربة بقى طعمها حلو قوي قوي، ولونها الأحمر ده بسبب الطماطم الدايبة فيها. البصل داب كمان والثوم دابوا. تخيلوا بقى ميكس الطعم ده الجميل. وكمان الجزر هنا لسه محافظ على شكله. بس بصراحة هي كده كده حلوة قوي في كل حالاتها، وطعمها حلوة جدا جدا. لعشاق الكوارع بقى هيحبوا الطريقة دي جدا جدا. قدموها بقى مع رز وسلطة كده، حلوة قوي قوي. مش محتاجين تعملوا صلصة بصراحة، هي كده حلوة. بس طبعا اللي بيحبها بالصلصة يقدر يضيف لها الصلصة، اللي هي هنحمر الثوم وبعدين هنضيف عليه الطماطم ونسيبه يتسبك مع بعضه، وبعدين هنضيف لها الكوارع تغلي فيها غلوتين وهتبقى جاهزة معاكم. وبس خلاص كده خلصنا. وهي دي بقى شوربة المجادم اللي بتقولوا عليها كوارع. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ويلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. تنسوش تشتركوا في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.